فانا بقول لك يا اللي بتتكلم عن التاريخ وعن الجغرافيا وعن التحاليل وعن كل حاجه في الدنيا، اولا انت بالنسبه لموضوع الثلاث نقط او الست نقط اللي انت كنت عايزهم يتخصموا، انت لو اتخصم ست نقط هل هتاخد الدوري؟ هل هتلعب في دوري ابطال افريقيا اللي انت مش عارف تشارك فيه بقالك سنين ومحروم منه وخلاص بعت نفسك وبعت كرامتك وحل محلك الكفيل؟ كنت هتخش افريقيا؟ لا تمامك كونفدراليه. تمام. طب هتاخد الدوري؟ لا مش هتاخد. طب هل لما اتخصم ثلاث نقط انت كنت هتاخد الدوري؟ لا. كنت هتشارك في دوري الابطال؟ برضك لا. طب انت لو الماتش اتعاد كنت هتاخد الدوري؟ برضك لا. طب كنت هتشارك في دوري الابطال؟ برضك لا. امال قرفنا ومصدعنا وقاعد تعيط وتقوق ليه وقاعد تخترع لنا نظريات؟ انت ما تعرفش ان انت اكتر واحد اتجاملت في الكره المصريه عامه من تحكيم، من تاجيل ماتشات، ضغط مباريات للاهلي عشان يلحقوك ببطوله تستر بيها نفسك. ناسي هاني ابو رضا؟ ناسي مجاهد؟ ناسي هاني زاده واللي قاله؟ ناسي ثلاث ارباع اللي مسكوا مناصب في اتحاد الكوره كانوا زملكاويه بيجاملوك وما زلت لغايه الان بتتجامل؟ انت اكتر واحد اتوقف لك قيد ومحروم